لو قلت لك، لو سمعت اخر نكته وقلت لي ايه هي يا عم الشويت، هقول لك المنتخب كسب. كسب كام؟ كسب 3-0. الله الله اكبر. المنتخب ابتدى يرجع ويفوق ويفوز بفرق اهداف. اقول لك بس اصبر. بس ليه انت ما سألتنيش واتسرعت في انك سمعت النتيجة وما سألتنيش طب المنتخب كان بيقابل مين؟ يا عم ها معروفة، ممكن يكون مثلا بيقابل تونس، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، غينيا بتساو، الكلام اللي هو ايه، المباريات الودية اللي هي ممكن تتعبك شوية بس ايه، تبين مستواك حبة. اقول لك لا، ده قابل ليفن اعلى ب 30 مرحلة. هتقول لي ايه هي؟ هقول لك المنتخب كان بيقابل جنوب السودان. تقول لي مين جنوب السودان دي؟ ده السودان. اقول لك لا، مش السودان. الصومال يا عم الشويت. اقول لك برضه مش الصومال. اقول لك ده جنوب السودان اللي هو اصلا مش موجود على الخريطة. منتخب جنوب السودان اللي يعني مش اللي هو العب واحد فيهم ما بيعرفش يباصي، اللي هو ايه، بيلعب من غير نادي. لك ان تتخيل ان المنتخب المصري كان بيقابل منتخب العب واحد فيهم ما بيلعبش في نادي اصلا، بقاله ازيد من 4 شهور او 5 شهور ما لعبش كوره. ولا بالكرة في وش امك، انا مش طايق نفسي، اقعد ساكت خالص. يبقى فين المنتخبات اللي انت المفروض بتستعد لها، الامم الافريقيه، اللي انت تشوف منتخب اللي المفروض اللي انت بتعمل المباريات دي، اللي انت تخلي جمهورك كجمهور منتخب مصر ياخد الامل. مش كل بطوله افريقيا يقول لك ايه احنا مش هنصعد. احنا لو صعدنا هنطلع من دور ال 16. احنا لو صعدنا هنطلع من هنا ومن هنا ومن هنا. انت وصلت الجمهور لكده ان انت اي ماتش صعب بنقول هنخسره. الاول كنا بنستنى الماتشات الصعبه دي اصلا ان هي تيجي. هتقولي ليه يا عم الشوط؟ اقول لك عشان نستمتع بمنتخبنا. نستمتع بمنتخبنا ان هو هيكسب، كده كده هيكسب. منتخب الكاميرون اللي كان راعب العالم، عفوا اللي كان راعب افريقيا، كان بيجي قدامنا بيعمل لنا 30,000 حساب. ومنتخب الكوتيفوار، المنتخب الاحلام، اللي لما كان بيجي مع منتخب مصر كان بيخسر نتائج تقيله. في 2006 لما كسبناه 3-1، في 2008 لما كسبناه 4-1. يعني دي تخليك، انا ماليش دعوه مثلا بماتش 2006 ضربات جزاء، انا بتكلم في دور المجموعات. انت اجبرت الافارقه ان هم يقولوا ان استاد القاهره ده استاد الرعب. كلمه استاد الرعب اللي طلعت على منتخب مصر دي كانت طالعه اصلا من جيل حسن شحاته. يا راجل ده انت غينيا اللي انت لسه كنت مقابلها من كام يوم وكسبتها 2-1، قابلت البرازيل. لك ان تتخيل غينيا اللي بنقول عليها معاش فلوس، اللي بنقول عليها فقيره كرويا، اللي بنقول بعد ما خسرت منك ب3 ايام، في اليوم الرابع جابت منتخب البرازيل ولعبوا فين؟ في اسبانيا. هتقول لي يا عم ده خسرت 4-1. اقول لك يا عم هات انت البرازيل واخسر 6. بس احنا نشوف لعب، نشوفك بتقابل منتخبات كبيره. شفنا المنتخب المغربي لما جاب منتخب البرازيل برضه وقابله، بعدها جاب كرواتيا، بعدها جاب تقريبا اسبانيا. انما انت ليبيريا، بنين، جنوب السودان، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو مفيش اي حاجه هنعملها صح ابدا. مفيش اي حاجه تقدر تعملها كاتحاد كوره ووزير رياضه تخلي الجماهير دي تغفر لك. هنفضل لحد امتى متأخرين؟ هنفضل لحد امتى المنتخبات بدل ما كانت بتترعب تسمع اسم مصر في طريقة بقت تتمنى ان هي تقابلك، بقت تقعد كده في اي وقت ورع يا رب مصر يا رب مصر. المتحدث الرسمي لمنتخب السنغال كان بيتمنى يقابلك في الملحق الافريقي المؤهل لكاس العالم. كان بيتمنى وقالها قبل التصفيه، قبل القرعه اصلا. تجيش تقول اللي هو مثلا ايه،
اللي هو شاف المباراة بعد كده قالها بعد المباراة اللي انا كنت بتمنى. لا، الراجل قبل القرعة قال لك انا بتمنى مواجهة المنتخب المصري. يا عيني على الحلو لما اتبهدلوا الايام، قصدي يا عيني على الحلو لما يبوظوا الاتحاد. ده شعار حلقتنا النهارده. قول لي في خانة التعليقات انت شايف ايه من وجهة نظرك، وهل المنتخب المصري ناقصه ايه عشان يتصلح حاله، وهل فعلا الاتحاد المصري ماشي فيك اللي هو ماشي فيه ده صح ولا غلط، ولا متفق معايا ان الاتحاد المصري فاشل بطريقة لن يتخيلها احد. اعزائي وحبايبي الشوطة في كل مكان، ده كان ابرز عنواننا النهاردة اللي كان لازم اطلع اتكلم عليه، لان مش هينفع نفضل ساكتين اكتر من كده. لو عجبك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.